بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأصدقاء، أيها الثوريون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المشروع الديمقراطي في تونس وصعوبة الانتقال أو صعوبة العدالة الانتقالية. يوم 9 أفريل وقعت أحداث كنت علقت عليها في شارع محمد الخامس والشارع الرئيسي شارع الحبيب بورقيبة أمام الداخلية، وقعت أحداث عنف، وكذلك وقع فك اعتصام في أحداث رادس، ووقعت بعض الأحداث والتجاوزات والاعتداءات على بعض المواطنين. لماذا هذه الاعتداءات وكيف نفهمها، أو لماذا هذه التجاوزات وكيف يمكن أن نفهمها؟ المفروض أنه أنصار الثورة اختاروا ممثلين، يعني يوم 23 أكتوبر شرعيين، يمثلون أنصار الثورة ويمثلون الإرادة الشعبية. وهؤلاء الممثلون هم معروفون وهم صادقون، وفي أغلبهم لهم تاريخ نضالي مضاد للاستبداد، وأثبتوا على مر 23 سنة يعني هذا السلوك النضالي ضد الديكتاتورية وضد الاستبداد. في هذه المداخلة سوف نرى في النقطة الأولى واقع الانتقال الديمقراطي فرض على الائتلاف المؤقت الانطلاق بالمؤسسات الموجودة قبل 14 جانفي، وما هي الانعكاسات. فالنقطة الثانية إمكانية أو توظيف رواسب الاستبداد لأدواته وتشويه طلائع الثورة وقياداتها عبر ارتكاب جرائم باسمها. وفي النقطة الثالثة والأخيرة سوف نرى ما هو الحل، على اعتبار أن هناك فراغ يمكن يكون قانوني، ممكن يكون في القرار. هذا الفراغ هو الذي سمح لهذه التجاوزات أو إمكانية حدوث مثل هذه التجاوزات، وكيف يمكن أن نواجه يعني هذه التجاوزات في المستقبل. فقلت أن هذا النظام هو نظام شرعي ويعبر على الإرادة الشعبية، وممثلين الشعب مفروض معناها في أغلبهم برهنوا على معاداتهم للاستبداد وعلى محاكاتهم للإرادة الشعبية خاصة حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. فإذا كيف يمكن أن تقع مثل هذه الحوادث؟ نعاود نذكر أنه في الثورات وبعد الثورات، نذكر هنا الثورة الفرنسية، نذكر الثورة البولشيفية، نذكر حتى الثورة الإيرانية، وخاصة الثورة الفرنسية. بعد الثورة وقع الثورة يعني طهرت أو نظفت الساحة الفرنسية، التراب الفرنسي من الملكيين من أعداء الثورة، وفي بعض الأحيان خيرتهم بين الموت وبين مغادرة الأراضي الفرنسية. وقع تطهير للعناصر غير الثورية. بالنسبة للمثال البولشيفي، وقعت ملايين الضحايا وملايين المبعدين وملايين ملايين المهجرين، يعني من مناطق إلى مناطق أخرى حتى إلى سيبيريا. وبالنسبة للثورة الإيرانية نعرف أن هناك وقعت محاكم ثورية وتصفيات، بعض التصفيات والمحاكمات الثورية الصورية في بعض الأحيان، يعني معناها السريعة لأعداء الثورة
مجرمي الشعب. بالنسبة للانتقال في تونس، وقع الاختيار على الانتقال الديمقراطي وعلى العدالة، وعلى نوع من العدالة أو على عدالة انتقالية. شو معناها العدالة الانتقالية؟ العدالة الانتقالية أن العدالة هي التي سوف تتكفل بملفات المجرمين والفاسدين، يعني ملف بملف، بدون تحويل هذه القضية إلى قضية عامة وقضية ثأر وقضية محاكم ثورية وتصفيات جسدية إلى غير ذلك. هذه الطريقة الهدف منها هو تجنيب الشعب التونسي ويلات الثأر وويلات العذاب وويلات التصفيات الجسدية. وهذا الانتقال هو أسلم وأهون ويتماشى مع الواقع التونسي، ونعتقد أنه الأمثل والأصلح يعني في العصر الحاضر. غير أنه بعد الانتخابات، يعني خلينا نرجع احنا قبل الانتخابات، نرجع قبل 23 أكتوبر. يعني واقع المؤسسات وخاصة المؤسسة الأمنية، المؤسسات الإعلامية، يعني كل المؤسسات السلطوية، كل المؤسسات أو كل المواقع التي فيها سلطة، فهذه المؤسسات كان النظام المستبد، كان نظام بن علي هو الذي يسيطر عليها 100%. أو فكل الأشخاص الذين كانوا يشغلون هذه المناصب، كل الإطارات سواء كان الأمنية والإعلامية أو السياسية، هم يجب أن يكونوا موالين للاستبداد، أو يجب أن يكونوا منافقين، أو يلزمهم يكونوا قابلين أقل شيء يعني للشيء الواقع، أو يجب أن يتمشوا يعني مع كل الجرائم التي يرتكبها الاستبداد. العدالة الانتقالية فرضت على الواقع التونسي أنه بعد 24 أكتوبر أن النظام الحاكم، النظام الديمقراطي الجديد الائتلاف، فرضت عليه بطريقة غير مباشرة، يمكن يكون فراغ قانوني، يمكن يكون فراغ سياسي، يمكن يكون ضعف في القرار، حكمت عليه أن يشتغل بكل المؤسسات التي كانت تعمل تحت سلطة الاستبداد، تحت سلطة بن علي. ومن جملة هذه المؤسسات نخص بالذكر المؤسسة الأمنية، أي وزارة الداخلية. شو معناها وزير جديد يشتغل مع مؤسسات قديمة؟ يعني كل الإطارات القديمة التي عملت في زمن بن علي والتي عملت في زمن السبسي هي تعمل يعني في زمن علي العريض. يعني أنه علي العريض الذي سجن مدة 18 سنة تقريبا ولا 20 سنة، والذي مورست عليه شتى أنواع التعذيب، يجد نفسه وزيرا لمجموعة من الأطر التي ساهمت في تعذيبه وفي سجنه، وربما تعذيبه مباشرة، وهو يتقابل معه كل يوم تقريبا، ولا يستطيع أن يفعل أي شيء. ليش؟ لأنه العدالة الانتقالية تفرض أنه ليس أن هناك عدالة، هناك مؤسسة سوف تتكفل يعني بهذه الملفات، وسوف تتكفل بمتابعة يعني كل الجرائم وكل التجاوزات التي وقعت في زمن الاستبداد. إذن هذا الواقع اليوم، يعني هذا يعني اليوم هذه الأطر هي التي سوف تنفذ السياسة الأمنية لعلي العريض، أي لممثل الشعب، ممثل الإرادة الشعبية وممثل أنصار الثورة. فكيف يمكن إذن لعناصر مستبدة لها تاريخ مستبد، لها تاريخ استبدادي، ولها ثقافة استبدادية، ولها ممارسات استبدادية، كيف يمكن لهذه الأطر وهذه المؤسسات أن تنفذ سياسة ديمقراطية، سياسة تخدم حقوق الإنسان؟ يعني هذا السؤال وهذه المعضلة التي يواجهها اليوم وزير الداخلية
والمؤسسات الأمنية والمؤسسة الأمنية بصفة عامة. إذا كانت هذه الأطر وهذه المؤسسات هي التي كانت موجودة في زمن بن علي، وهي التي تشتغل في زمن بن علي، وهي التي ما زالت تحمل ثقافة سياسة بن علي، سياسة استبدادية، فنحن نعتقد أن هناك رواسب الاستبداد السياسي المتمثلة في حلفاء بن علي اللي ما زالوا هم نفسهم في تونس، واللي ما زالوا يعني ناشطين على مستوى سياسي. نحن نعتقد أن هناك إمكانية كبيرة لتوظيف هذه الأطر يعني لصالح المشروع الاستبدادي، لصالح مشروع الاستبدادي يعني جماعة بن علي. يعني بطريقة شراء يعني بطريقة يعني مادية، أو بطريقة تحالف على أساس مصلحة، أو يعني تحالف على أساس استبعاد يعني أنواع من العقاب. إذا شو معناها يعني جذور الديكتاتورية السياسية يمكن أن تتحالف مع رواسب الاستبداد في هذه الأطر؟ شو معناها؟ يعني معناها أن يمكن تنفيذ بعض السياسات التي توحي بأنها سياسات استبدادية، يعني باسم الائتلاف الديمقراطي، باسم وزير داخلية جديد من أنصار الثورة أو من أنصار النهضة. ونحن نعرف أن الاستبداد استعمل كل الأساليب. الاستبداد ليس له لا دين ولا قيم ولا أي شيء، استعمل الأمور المادية، استعمل العروشات، استعمل السلفية، استعمل يعني كل الإمكانيات، كل الوسائل الممكنة لضرب أنصار الثورة ولضرب التحول الديمقراطي في تونس. إذن في إمكانية أنه تحت باسم الاستقرار وباسم فرض الاستقرار وباسم فرض الأمن يقع تطبيق سياسة أمنية مستبدة، يعني تشوه الحكم الديمقراطي أو الائتلاف الديمقراطي أو وزير داخلية النهضة. الهدف منه هو تشويه سمعة النهضة، الهدف منه هو تشويه سمعة الائتلاف، والهدف منه هو خدمة مصلحة أنصار الاستبداد من جديد، وإمكانية شق أنصار الثورة والتحول الديمقراطي، ومن هنا إمكانية ضرب جماهيرية الائتلاف الديمقراطي وجماهيرية أنصار الثورة وجماهيرية أنصار النهضة. فبالنسبة للحل نحن نعتقد الحل يعني إذا لم نرد أن يكون عن طريق العنف الثوري، ولم يكن عن طريق المحاكم الثورية وعن طريق الثار، فنحن نعتقد أن الحل يجب أن يكون قانونيا. شو معناه عن طريق المجلس التأسيسي؟ ويقع سن قوانين لاستبعاد مش كل الناس، يعني مش كل التجمعين، أو مش كل يعني مش كل الإطارات العليا ومش كل الإطارات الإداريين، وإنما استبعاد الفاعلين السياسيين والفاعلين على مستوى تنفيذ سياسة الاستبداد الإجرامية، سواء كان ممارسة التعذيب أو المهم أن المواقع الحساسة المرتبطة بسلطة القرار، فلا بد من استبعادها من إمكانية اتخاذ قرارات أمنية أو تنفيذ سياسات أمنية، لأنها يمكن أن تشوه المشروع ويمكن أن تضرب المشروع بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة. ثم فيما بعد ضرب ثقافة الاستبداد، يعني هذا على مستوى يعني قريب، هو استبعاد العناصر، الأشخاص يعني الذين ساهموا في الاستبداد والذين مارسوا الاستبداد، مارسوا التعذيب ومارسوا القتل ومارسوا يعني كل أنواع سياسة الاستبداد. ثم فيما بعد ضرب سياسة الاستبداد على مستوى ثقافي، وهنا يجي أيضا مرة أخرى دور الإعلام، ولا بد من تنفيذ نفس الطريقة ونفس السياسة مع الإعلام، وتطهير الإعلام من العناصر الفاسدة، من البوليس السياسي ومن غير البوليس السياسي، كل العناصر التي كانت تخدم السلطة السياسية المستبدة، لأنها قاعدة تلعب وتعمل لصالح قوى الاستبداد وظل أنصار الثورة. ثم شيء مهم جدا، يعني من بعد تدخل في ثورة ثقافية لضرب ثقافة الاستبداد، وهذا يأخذ يعني وقت، لكن على المستوى البعيد
صحيح أنه صحيح أنه آه، آه، صحيح أنه اليوم إذا أردنا أن نفرض يعني الأمن والاستقرار، يعني لابد من مواجهة الاعتصامات يعني العشوائية، ولا بد من يعني مواجهة الإضرابات العشوائية، ولا بد من مواجهة يعني المظاهرات العشوائية، كل ما من شأنه أن يخل بالأمن، لأن دولة القانون هي ليست دولة فوضى، وإنما هي دولة قانون. غير أنه لابد من ملاحظة شيء، وهذا أنا نفسي ممكن معناها يعني نراجع بعض الأشياء، هي كون الانتقاء. هناك فرق بين الحق القانوني، يعني هذه الدولة وهذه المؤسسة وهذه الوزارة، يعني وزارة الأمن، وزارة الداخلية لها الحق، يعني دولة القانون لها الحق في فرض القانون وفرض الاستقرار حتى عن طريق القوة. غير أننا لسنا في وضع ديمقراطي معناها مترسخ راسخ، يعني ليس يعني احنا ما زلنا في سنة أولى ديمقراطية، وهناك التجاوزات، وهناك مرحلة ثورية، مرحلة انتقالية، مرحلة ممارسات. وهذه يعني هذه هذا الواقع هو مازال مش مهضوم، يعني الوضع الديمقراطي هو غير مش مهضوم، يعني لا من طرف أنصار الثورة، ولا من طرف النظام، ولا من طرف المسؤولين عن الأمن. وما زالت العقلية، يعني العقلية لم تستقر بعد، يعني العقلية الديمقراطية لم تترسخ ولم تستقر بعد. لذلك نحن مع الإصرار على تنفيذ القانون، ومع الإصرار على فرض الاستقرار وفرض الأمن، لابد من التمهل في نوعية المواجهة أو اجتناب يعني كل ما هو مواجهة جسدية، ومواجهة التي يمكن أن تؤدي إلى ممكن أن تؤدي من جهة إلى تصادم يعني مع قوى أنصار الثورة. وهذه الأحداث لأن هذه الأحداث يمكن أن تستغل، ويمكن في الظرف الراهن، ويمكن أن توظف يعني لصالح القوى الاستبدادية، أو لصالح قوى يائسة من التحول الديمقراطي ومن الانتخابات، ويمكن أن توظفها توظيف سيء. لذلك نحن نعتقد أن هذه المرحلة الانتقالية صحيح أن وزارة الأمن لها الحق في فرض الأمن، وهي محقة، ولا بد من فرض الاستقرار، ولا بد من فرض القانون. غير أن هذه الفترة هي فترة استثنائية، يعني لابد من التمهل حتى يعني حتى لا تستغل هذه الأحداث لصالح أنصار أعداء الثورة، أو لصالح أعداء الثورة، ولصالح قوى يائسة يعني ليس لها أي طموح يعني في التغيير الديمقراطي السلمي الانتخابي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.